السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض واحدة من أحلى الطرق اللي ممكن نقدم بيها البطاطس. شايفة شكلها جميل وحلو، ممكن تستعمليها كسناك، ممكن في مقبلات، ممكن لو عندك عزومة تتحط على السفرة، بيبقى شكلها حلو قوي وطعمها جميل ومغذية والولاد بيحبوها. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالي الأول ننزل تحت نعمل لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلك كل جديد قبل أي حد إن شاء الله، ونعمل شير بين أصحابنا وأهلنا عشان يشوفوا الوصفة. نبتدي أول حاجة، هناخد بطاطس مسلوقة ومعاها معلقتين نشا وملح وفلفل وجنزبيل، وكمان معانا معلقة شطة ومعلقة بابريكا، ويا سلام لو البابريكا دي مدخنة بتبقى طعمها جميل قوي وبتدي ريحة حلوة قوي قوي للوصفة. هنهرس البطاطس عادي بشوكة او بهرسة البطاطس لو عندك، مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا لازم نهرسها كويس قوي ونخليها توصل للقوام ده، بتبقى متماسكة وحلوة. طبعا متماسكة كده لان احنا بعد ما سلقنا البطاطس صفيناها كويس. هنحطها بقى شوية في التلاجة لحد ما نعمل الكوتنج بتاعها. بقسماط، ومعانا هنحط 4 معالق دقيق وعليهم معلقتين نشا، يعني النشا بيكون نص كمية الدقيق. هنعجن بقى النشا والدقيق مع بعض بمية عادي خالص. هنفضل نزود المية لحد ما يدينا قوام سائل شبه البشاميل شوية، لا هو تقيل قوي ولا هو مية خالص سائل، يعني القوام بيكون حلو تقيل عشان يمسك في البطاطس كويس زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. اول حاجة، ومعانا برضو هنا موتزاريلا، معانا جبنة شيدر، اللي يعجبك اللي انتي بتحبيه. هنمسك قطعة من البطاطس وهنكورها كده ونحط جواها قطعة من الجبنة. الجبنة دي بقى اهم حاجة ما تكونش كتير عشان ما تخرجش من البطاطس ويبقى شكلها مش حلو واحنا بنشتغل زي ما انتي شايفة. وبعدين بنحطها في البقسماط وننزل بيها بعد البقسماط على الخليط بتاع النشا والدقيق. اهم حاجة ان احنا واحنا حاطينه في النشا والدقيق ما بنحركهاش خالص، بنحطها وننزل بيها كده، بنبدأ نغلفها بالمعلقة ونرجع بيها تاني على البقسماط. الكوتنج ده بيبقى خطير قوي ورهيب، بيخليها ما تفكش خالص في الزيت ولا الجبنة تطلع منها ولا اي حاجة، وحتى هو طعمه بيبقى لذيذ قوي قوي. زي ما انت شايفة عملتلك واحدة كمان عشان تعرفي ازاي هي بتتعمل. ولو لقيتيها خفيفة كده والجبنة باينة منها، ممكن حتة بطاطس تاني ونحطها عليها في البقسماط وبعد كده في الكوتنج السائل، ونرجع بيها تاني على البقسماط. انا هنا بعمل واحدة واحدة بس حسيتها واخدة وقت طويل قوي مني، فرحت بقى وقفت الفيديو ورحت عاملة البطاطس كلها، مكوراها كلها وحاطه فيها الجبنه زي ما انت شايفه كده. بس خلال كده لقيت الكوتنج بقى تقيل شويه فزودت له نقطه ميه، مفيش اي مشكله، مش هيأثر في القوام ولا في الطعم. بعد كده بننزل من البقسماط زي ما احنا ماشيين، وعليه بعد كده بقى على الكوتنج السائل، ونرجع تاني على البقسماط لحد ما تخلص الكميه كلها. ما بتاخدش اي حاجة منك. انا عملت هنا على فكرة الكمية دي كانت حوالي 3 بطاطسات كبار، وعملوا لي طبق كبير جدا. دي بتبقى حلوة قوي يا جماعة، شكلها جميل قوي قوي على السفرة، خصوصا لو عندك عزومة. تقدري تحطي اي نوع جبنة في النص، وتقدري تعمليها سادة كمان برضو بتبقى خطيرة وحلوة. السادة منها بنفس الطريقة كده بس ما بنحطش حاجة في جواها. خلصنا الكمية كلها دلوقتي، لازم بقى اسيبها في الفريزر مش في التلاجة عشان تبقى متماسكة وحلوة. بعد ما سبتها في الفريزر ساعة، مش اقل من ساعة، من ساعة لساعتين، هنزل بيها على زيت يكون ساخن، بس ما بملاش الطاسة قوي عشان اقدر احركها كويس. وبرضو ما بقلبهاش الا لما بحس ان الوجه الاولاني بدأ ياخد اللون الذهبي. والافضل ان انا اعملها بالمعلقة، ما بعملهاش بشوكة ولا بحاجة لان هي اساسا كورة، فالمعلقة بتكون احسن. تعمليها على طاستين، تعمليها على 3، المهم ما نملاش الطاسة قوي. ممكن نعملها في الاير فراير، بس في الحالة دي بنرشها بسبراي زيت، ما ندهنهاش بفرشة
لان دهان الفرشة ممكن يأثر على البقسماط اللي عليها. وبرضو بتبقى خفيفة قوي واخف من الزيت كمان، بتبقى حلوة قوي. جربيها برضو في الاير فراير. هنطلعها بقى من الزيت كده، ممكن نطلعها بمعلقة واحدة او نطلعها بالدي بتاعت البطاطس، وبنطلعها على مناديل لحد ما تصفي الزيت شوية. وكده بيبقى شكلها النهائي، لونها خطير وجميل، مبخليهاش تبقى غامقة. شايفة شكلها لونها بيتكلم لوحده، والجبنة بقى سايحة جواها كده، حلوة قوي قوي. الولاد اصلا بيحبوا ياكلوها عشان الجبنة السايحة اللي جواها. اهم حاجة ان انتي ما تحطيش قطعة كبيرة. ودلوقتي لو عجبك الفيديو وعجبتك الفكرة، شير بقى ولايك وشيريها لاصحابك ولاهلك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم.